الابقار. وراني شكون الناس اللي كيشريو دابا هاد الابقار البرازيليه اللي داروا لنا الشوهه. سولت انا الجزار الاول والثاني، مشيت كنسولهم كي داير هذا اللحم ديال البقر واش كتشريوه؟ داروا لي واحد الحركه بوجههم يعني قرف. اش غنشريو في هذا اللحم؟ كحل. قال لك فاش هذا الشيء كي غدير تشريه؟ والفرق بينه وبين اللحم ديالنا 10 ديال الدراهم. واش حنا ناس عندنا حضاره، عندنا ذوق، حنا عندنا ذوق، حنا عندنا 1200 عام غادي نتقارنوا مع دول عاد خلقت ناكل نفس اللحم ديالهم؟ راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. راه حنا عندنا تقاليد، عندنا اعراف، عندنا ذوق، عندنا امور جايبين لنا هذا تدخل. هذا تدخل باش نقسم الثمن ديال اللحم. فين هي النجاعه ديال التدبير هذا؟ زادوا من بعد دابا عاوتاني البارح ولا هذه يومين وانا كنشوف تدخل ديال السيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومه، قال بان عاوتاني يرفعوا الضريبه على المعدات والاسمده الفلاحيه. علاش؟ باش نخفوا على الفلاح. وعلاش هذا الشيء ما خديتوش النهار الاول؟ علاش ما ضربتوش الدقه الاولى، الثانيه، التدبير الثالث، التدبير الرابع، التدبير الخامس؟ يلا مطيشه ترجع ديك الساعات ب3 دراهم والبطاطا ترجع ب3 دراهم وانتهى الامر. بقيتوا كتمخطوا فينا شهرين و3 شهور، حنا كنتمخطوا. الاسبوع المقبل ان شاء الله سيكون هناك انخفاض. خرج وزيره من الناس تقول لك ان شاء الله في الايام المقبله، الاسابيع المقبله، 3 شهور وحنا كنتمخضوا. فتمخض الجبل وولد فأرة. هذا هو اللي تنستاهلوا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنشوف نزيد ناكد لك على سلوك اخر في الندوه التي اسميها الندوه العمياء اللي كيدير الناطق الرسمي باسم الحكومه. ما فهمتش. السيد الوزير كيتكلم، كيوريو لك هو في الصوره كيتكلم واقف في المنبر ديالو، والصحافه جالسين لهيه. ملي كينتقل المرحله ديال الاسئله ديال الصحافه، الكاميرا ما كتمشيش تصور الصحفي اللي كيوضع السؤال، كتبقى الكاميرا واقفه في الوزير. علاش؟ حيت لا حيت ما عرف علاش، انا ما عرفتش. المهم ما بقاوش يبانوا الصحافه. والصحفي ما عندوش الحق في الصوره ديالو تبان، والصحفي ما عندوش الحق يطرح السؤال وهو موجود. رجعت ندوة عمياء فيها طرف واحد، طرف الوزير هو كيجاوب، ولكن ملي كنجيو الصحفي غادي يطرح السؤال كنسمعوا غير الصوت. راه خايبه، راه خايبه حتى في المنظر. راه كتجيك شي حاجه ناقصه وانت كتفرج، كتجيك شي حاجه ناقصه، ما كتحس بحال زاد كملات باش قلت لك التدخل